من أكتر الصوصات اللي بنستخدمها اليومين دول سواء كده في مشروبات أو في حلويات، صوص الكراميل بصراحة بيدي إضافة حلوة جدا لأي وصفة بينضاف إليها. هقولك النهاردة على الطريقة المظبوطة ليه، زي يطلع كده لونه تحفة وقوام كريمي، وعايزة أقولك إنه بيقعد معاكي في التلاجة لمدة 3 شهور، وكمان بدون مواد حافظة. أحسن وأسهل وأنضف كمان من اللي احنا بنشتريه من بره. بس في البداية كده شجعوني بلايك ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. كوباية كده من السكر حطيتها كده في طاسة على النار تكون هادية ما تكونش عالية خالص، وبعد كده بسيبها ما باجيش جنبها خالص ولا بحركها لحد ما يبدأ السكر من الجنب كده زي ما انتوا شفتم. في الخطوة دي كده ببدأ ان انا اقلب كده بالراحة شوية شوية لحد ما السكر يدوب معايا تماما. نوع السكر مش هيفرق، يعني ابيض او بني، يعني مش هيفرق معاك. يعني لو سكر التموين اللي هو الغامق مش هيفرق معاك في الوصفه، احنا كده كده بنكرمله لحد ما يوصل معايا كده باللون ده. وخلي بالك في المرحله ديت ما تسيبهوش على النار كتير علشان لونه ما يغمقش منك ويمرر. ببدأ كده بعد كده برفعه على النار اول ما بيوصل للقوام ده كده، وبحط كده قطعتين من الزبده، يعني حوالي معلقتين كده كبار، وببدأ ان انا اقلب فيه. بتبدأ كده تشوفي فوران في البداية، ما تقلقيش منه خالص. اول بقى ما بينعم معايا كده والقوام بيبقى كريمي بالشكل ده، بضيف عليه كده كوباية من الحليب، وتقدري هنا تضيفي كوباية من المية عادي، مش شرط حليب. ببدأ كده ارجعه على النار تاني لحد ما يفك معايا ويبقى بالشكل ده كده. نص كوباية من الحليب حطيت عليها كده معلقة كبيرة من النشا، وببدأ ان انا كده اقلبها فيها وبسيبها على النار كده تغلي لمدة دقيقتين 3. شايفين بالشكل ده كده كل الكتل اللي فيه فكت، والقوام بتاعه لسه كده وهو سخن بدأ ان هو يتقل ويبقى كريمي كده. برطمان بقى كده ويكون معقم، ببدأ ان انا اضيفها كده في اول ما يهدى معايا، وبسيبها كده بيفضل معاكي في التلاجة كده على الرف لمدة شهر ما بيجرالوش اي حاجة. ولو انت عايزة تحتفظي بيه في الفريزر كده بيفضل معاكي 3 شهور، بيبقى حلو جدا. شايفين بقى قوامه وشكله بعد ما برد تماما؟ ده الشكل بتاعه والقوام حلو جدا، احلى بقى وانضف من واوفر كتير من اللي احنا بنشتريه من بره. لو عجبكم الفيديو حطوا له لايك.